يا إلهي يا رب يا ساتر يا رب. أهلا حبيبتي الجميلة. من أنت؟ من فضلك أرجوك. اهدئي، أنا صديق صغير لك. سآخذك إلى منزلك. عذرا. حسنا، شكرا. لنذهب من هنا. لا، ليس من هنا، هذا ليس بيتي. لا، أنت تسكنين من هذا الاتجاه. Este es el vídeo donde te explico cómo pasar de un trabajo normal a uno de los mejores trabajos del mundo. Estamos hablando de بيتي باتجاه الآخر. حسنا، اهدئي. لا. اهدئي. ماذا تظن أنك تفعل؟ اترك حبيبتي. لا، اهدأ. الأمر ليس بهذا السوء، كنت فقط أعتني بها لا أكثر. حقا؟ إما أن ترحل من هنا أو أتصل بالشرطة، ما رأيك؟ حسنا، سأرحل، لا داعي لأن تتصل بالشرطة. اهدأ، ارحل. حسنا، يبدو أنه لا يوجد ما يمكنني فعله هنا بعد الآن، لذلك سأرحل الآن بهدوء، وأتمنى أن تسير الأمور على ما يرام من بعدي. آنسة، هل أنت بخير؟ نعم بالتأكيد. تعالي معي بحذر شديد، رجاء من فضلك كوني حذرة جدا. من أنت؟ اطمئني آنسة، أنا فقط سائق التاكسي الذي أوصلك. حسنا. شكرا جزيلا. حسنا، إلى اللقاء. إلى اللقاء. سأساعدك. بصراحة ما أعرف حتى الآن. أنت لطيف جدا يا شاب. لا تقلقي آنسة، لا شيء. انتظرني قليلا، سأدفع لك الآن، فقط لحظة من فضلك. وأين وضعت محفظتي؟ محفظتك في السيارة، لكن سأذهب لأراها. حسنا، سأحضرها، لكن ابقي هنا. هل هذا جيد؟ حسنا، لا مشكلة، بكل تأكيد. من هنا الآن؟ أريد فقط أن أعرف. أنت لست سكرانة، وهذا واضح من تصرفاتك وكلامك. ألاحظ أنك تتحدثين بهدوء واتزان، وتبدين واعية ومدركة لكل ما يدور حولك. لم ألاحظ عليك أي علامة من علامات السكر، مثل تلعثم الكلام أو فقدان التوازن. أريد أن أؤكد لك وللجميع أنك في كامل وعي، ولم تتناولي أي مشروب كحولي أو أي شيء يؤثر على تصرفاتك.
أحيانا يظن البعض أن بعض التصرفات قد تدل على الكذب، لكن في حالتك الأمر مختلف تماما. أنت تتصرفين بشكل طبيعي جدا وتبدين متزنة في حديثك وحركاتك. أرجو ألا تدعي أي شخص يشكك فيك أو في تصرفاتك، لأن الحقيقة واضحة للجميع، وأنت بالفعل لست سكرانة، بل أنت في كامل وعيك وحضورك الذهني. آنسة، لو سمحتِ من فضلك. هو أوه أيها الشاب، لقد عدت بسرعة كبيرة. ها هي، تفضلي آنسة الكريمة. شكرا. يا شاب، سيتوجب عليك أن تعذرني، لكن ليس لدي نقود نقدا. انظر، ليس لدي أي شيء، لا شيء. هذا ما كان ينقصني. هذا ما يحدث لي لأني طيب. الآن فعلا وقعت في مشكلة كبيرة. زوجتي هنا. ماذا؟ قالت لي إنها خرجت مع صديقاتها. نعم، أنا أيضا ظننت ذلك. وماذا سنفعل الآن؟ مثل ماذا؟ لا أعرف. أعتقد أنه سيتعين علينا تأجيل هذا إلى وقت لاحق. ماذا؟ لا يمكنك أن تفعل بهذا. لكن يجب ذلك. سأذهب للعمل وأنت تسوقي للمنزل. لا أعرف. إلى اللقاء. آي يا إلهي. أوه يا إلهي. مرحبا حبيبتي. حبيبي، ماذا تفعل هنا؟ حسنا، قررت أن آتي لرؤيتك قليلا. أظن هذا ليس المكان المناسب. هذا لا يهمني. حبيبي. إذا لم ترى أي شيء مريب على الإطلاق، أليس كذلك؟ لا سيدي الضابط. لا. فيكي. خوان بابلو، ماذا تفعل الشرطة هنا بالضبط؟ إنه يحقق حبيبي. وماذا يحققون؟ هروب سجينين. لقد هربا من سجن شديد الحراسة وأبلغونا أنهم شوهدوا هنا، لذلك قررنا أن نأتي للتحقق. وهل هذا خطير مثلا؟ نعم، نطلب منكم أن تبلغونا إذا رأيتم أو سمعتم شيئا. حضرة الضابط، سنفعل. شكرا حضرة الضابط. شكرا جزيلا، عن إذنكم. الشرطي واثق، أليس كذلك؟ لماذا تقول مثل هذه الأشياء؟ أقول ذلك لأنه كاد أن يقبلك تقريبا. لا تبدأ. انظر، لا أريد أن أجادل الآن. هل الغداء جاهز؟ حبيبي وصل. ماذا يجب آكل؟ أذهب وأعد لك شيئا؟ لا، انظر، هل تعرف ماذا؟ حسنا، دع الأمر هكذا. يجب أن أذهب لأراقب موقف سيارات الأجرة. لا أصدق خوان بابلو أنك تغضب بسبب هذه الأمور. بالطبع يمكنني أن أغضب. هذه هي المرة الخامسة التي تفعلين فيها ذلك.
مساء الخير لك آنستي الكريمة. أهلا وسهلا بك. أنت الشخص الذي أوصلني في اليوم الآخر. نعم هذا صحيح، الشخص اللي أوصلني إلى منزلي وأدخلني إلى غرفتي. آنسة، لكن لا، أنا لم آخذ شيئا، أعدك بذلك، أليس كذلك؟ حسنا، أنا فقط أردت أن أشكرك لأنك ساعدتيني. يا له من فزع، في الحقيقة لو لم تصلي في ذلك اليوم لا أعرف ماذا كان سيحدث لي. نعم، في الواقع لم تكن فكرة جيدة أن أمر من ذلك المكان وحدي، لكن لماذا كنت تشربين كثيرا؟ الأمر أنني كنت أشعر بسوء شديد. نعم، لقد علمت أن زوجي لديه عشيقة. أتصور أن ذلك مؤلم. نعم، في الحقيقة إنه مؤلم. لكن على أي حال جئت لأعطيك هذا. تقبليه كعربون شكر على كل ما فعلته من أجلي في ذلك اليوم. لا آنسة، هذا مبلغ كبير جدا، أرجوك أقبليه، لا ترفضيه. أنا آسفة، لكنه مبلغ كبير. حسنا، إذا اعتبريه دفعة مقدمة عن جميع المشاوير التي ستقومين بها لي. حسنا، في هذه الحالة لا بأس. هل هذا جيد؟ ما رأيك أن نبدأ اليوم؟ خذيني للحديقة المركزية، أريد أن أمشي قليلا، سيكون ذلك من دواعي سروري. تفضلي. مرحبا حبيبي، هل توصلني وسط المدينة؟ حبيبتي أنا آسف، لكني قد أخذت مشوارا بالفعل. انزليها واصطحبيني الآن فورا. حبيبتي أنت تعلمين أنني لا أستطيع فعل ذلك. هل تتوقعين أن أشارك المقعد مع شخص آخر؟ حبيبتي هذا أمر غير مريح. لا أصدق أنك لن توصل زوجتك العزيزة. حبيبتي دعيني أسأل. حسنا، هل ترين؟ آنسة، هل هناك مشكلة إذا شاركت زوجتي التاكسي معك؟ لا، طبعا لا، فقط 3 شوارع تقريبا، أليس كذلك؟ شكرا جزيلا لك. مساء الخير آنسة، مساء الخير. مساء الخير. حبيبتي يجب أن أذهب، تذكري أن لدي بعض الأمور التي يجب أن أقوم بها، لكن حبيبتي انتظري. هل أنت بخير؟ هناك شيء يجب إخباره. لا تخيفيني. ما سأقوله لك هيجرح مشاعرك، لكن أعتقد أنه من الأفضل أن تعرف. إذا أخبريني الآن. زوجتك فعلا تخونك. لا هذا غير. لكن إذا لماذا تبكين؟ لأن الرجل اللي تخونك زوجتك معه هو في الحقيقة زوجي. لا. نعم صدقني. لكن يا في اليوم الآخر عندما ساعدتني كنت عائدة من رؤية زوجي، ورأيت ماركو يمسك يد زوجتك وهما يدخلان إلى مكان سري. لا ولا. فيك لا يمكن أن تفعل بي ذلك. أنا أيضا كنت أعتقد نفس الشيء، وكما ترى تلقيت صدمة من الواقع. إذا أردت يمكنني أخذك للمكان الذي يذهبون إليه